ايجابيه خالص على الكوره. بالنسبه لمديريه النادي الاهلي اصلا ما كانش فيه حلول النهارده انه يخلص على الجول. النهارده النادي الاهلي بدا بمصطفى شوبير، بدا بمحمد عبد المنعم، بياسر ابراهيم، بمحمد هاني، بعلي معلول، في النص مروان عطيه، اكرم توفيق، عندك امام عاشور، ثلاثه قدام طاهر محمد طاهر اللي ما جاش النهارده بس اسم كان موجود في الملعب، وحسين الشحات وموديست. عارف انت مفيش حلول. يعني النادي الاهلي النهارده بيمسك كوره بينقلها، مفيش حد بيروح على الجون، مفيش حد بيخلص على الجون. حتى تلاقي علي معلول في الشوط الاولاني ما رفعش رفعه على الجون، ما رفعش رفعه على الجون. النهارده النادي الاهلي كده بالتعادل دوت بيبقى خمسه، بيبقى 6 نقاط في الصداره بالنسبه لمجموعته، وتحتيه على طول يانج افريكان ب5، بعد كده شباب بلوزداد ب4، ومدياما الغاني اللي الاهلي هيلعب ان شاء الله سبحانه وتعالى يوم الجمعه برضو 3 نقاط. بقول لك المباراه انا قاعد بتفرج عليها، مش هو ده الاهلي، مش هو ده الاهلي اللي احنا مستنيينه. مش هو ده. هتقول لي في غيابات، الاهلي بمنحدر، الاهلي بمنحدر. حتى التغييرات متاخره جدا. التغييرات النهارده في الدقيقه كام؟ ده حاجه و70، يعني انت فاهم ازاي يعني. يعني بالنسبه لاكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، وبالذات طاهر محمد طاهر ومعاه موديست، التغيير اتاخر قوي، التغيير اتاخر قوي. ايه اللي انت بتعمله ده يا عم كولر؟ يعني انت هو انا عايز اعرف ايه الميزه، ايه الميزه في طاهر محمد طاهر انك تخليه، او ايه الميزه ان طاهر محمد طاهر يلعب كاساسي، يلعب على رضا سليم. هتقول لي ما رضا سليم ابو السيد يعني كان مصاب ولسه راجع، بس الاصابه في الكتف مش اصابه يعني كان هيديك حلول، يعني كان هيديك حلول. امال النهارده نص الملعب متاخد منك. النهارده الدفاع حتى لما بياخد الكوره ما بيلاقيش حد بيجري، ما فيش خالص اي ايجابيه على الجون خالص. كل واحد بياخد، حتى هتلاقي فيه مصباص كتير. ما اعرفش كولر كان نايم ولا كولر ايه، حتى ما كلمش اللعيبه حتى بين الشوطين وقبل ما يبدا الشوط الثاني. يعني قلنا يمكن لعل وعسى. مصطفى شوبير النهارده بيشيل، اللي هو يعني نجم المباراه، نجم المباراه. يعني كان في ضغط من شباب بلوزداد، ومصطفى شوبير شال النهارده كور كتير وفعلا. وما تنساش ان شباب بلوزداد جاب كوره في العارضه النهارده، مصطفى شوبير كان متالق. تحس كده ان في لا مبالاه من اللعيبه عشان خاطر يعني مباراه بعد فتره. ممكن هتقول عشان غيابات، ممكن الاهلي بيلعب من غير جناحات، ممكن. انا بقول لك علي معلول النهارده في الشوط الاولاني ما رفعش رفعه، ممكن تكون تعليمات من مارسيل كولر ان علي معلول ما يتقدمش قدام، لان صراحه الواد اللي هو ناحيه علي معلول كان صاحي وكان حلو قوي النهارده. لكن محمد هاني كان عنده برضه اخطاء. محمد هاني مع طاهر محمد طاهر جابها زي الزفت الصراحه، جابها مش حلوه، مش احسن حاجه، وكان المفروض كولر كان يعدل الجبهه دي. حسين الشحات ما بيلعبش مكانه، حسين الشحات ما بيلعبش مكانه. كنت ممكن تبدا بكريم فؤاد وحسين الشحات، يعني كانت تبقى ماشيه، وتبدا بكهربا وتخلي موديست معاك بره، لان موديست مش ما ينفعش في المنتشره دي. موديست ينفع في المنتشره اللي عندنا هنا في القاهره، لان هتبقى انت ضاغط. موديست مش بتاع لياقه، موديست مش بتاع يضغط. النهارده هتشوف موديست كان بيقع في الاوفسايد كتير. هتشوف اكرم توفيق الشوط الاولاني ما بانش خالص، وميس باص كتير وكتير بالقوي، مش كتير بس، يعني ميس باص عند اكرم توفيق النهارده. انا مش بقول ان هو وحش، هو الاهلي كله ما كانش حلو النهارده، غير مصطفى شوبير اللي كان كويس النهارده. لكن الصراحه مفيش حلول، مفيش حد بيفتح للتاني، مفيش رفعه كويسه على الجون. حتى موديست، يعني انت بترفع الكور موديست حتى ما بيطلعش جامب. انا مش بقول موديست هو المشكله، لا، انا بقول حتى يعني الرفعات ما كانتش متقنه، حتى الطلوع بالكوره ما كانش حلو. النادي الاهلي بيمسك الكوره مفيش، بص، من رجل للرجل بس لورا، من الدفاع للدفاع، من الدفاع للدفاع. يعني امام عاشور كان حلو شويه، ممكن تقول امام عاشور ومعاه مصطفى شوبير، بس مصطفى شوبير طبعا متالق الاول، وتحط بعديه علي، تحط بعديه امام عاشور. امام عاشور هو الوحيد اللي كان بيمسك الكوره وكان بيدي حلول، كان بيلعب كور الصراحه بينات جميله. لكن عارف انت مفيش راسه على الجون. يعني كابتن حسين شحات لما بيمسك الكوره عايز يرقص، كابتن محمد هاني الكوره بتتبرجل تحت رجليه. الواد اللي هو ناحيه محمد هاني واخد هن رايح جاي. شباب بلوزداد بيضغط على النادي الاهلي، بيلعب بص باريحيه كبيره جدا. يعني انا مش عارف، يعني ما حتى الضغط اللي احنا بنعمله مش ضغط. انت بتعمل ضغط عالي وكل حاجه، لكن الضغط اللي انت بتعمله شباب بلوزداد بيطلع حلو بيه، يعني كمان بيطلع بالشياكه، بيطلع بكعب، بيطلع بترقيصه. فبيخلينا احنا كمنظرنا كاهلاويه او كلاعبي النادي الاهلي مش حلو، مش حلو. انت خرجت بنقطه بتتصدر، بس خرجت بنقطه بتتصدر، يعني برضو لسه فيها وعليها، لان الفروق قريبه، يعني 6-5-4-3، بص 3-4-5-6، فالفروق كلها قريبه من بعض. المفروض النادي الاهلي كان يكسب النهارده، لان مكسبك النهارده كان بيبعدك شويه عن الصداره. يعني تخيل مع النادي الاهلي لو كان كسب كان هيبقى 8، اللي تحتيه على طول 5.
كانت هتفرق. عندك ماتش هنا تكسبه خلاص، انت ريحت دماغك بقى من شغل بقى تجيب الاله الحاسبه وتقعد تقول اصل الفرقه تكسب وفرقه تتعادل وفرقه مش عارف ايه. لكن هو الاهلي تعادل النهارده ومتصدر المجموعه، هنلاعب ميدياما الغاني ان شاء الله باذن الله نقدر نفوز عليه، وبعد كده ينجا افريكانز بعد كده. يعني تبقى المجموعه واضحه، ويبقى النادي الاهلي يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى يبقى النادي الاهلي متصدر، والنادي الاهلي يقدر يعني يبقى متصدر المجموعه. مش عايزين يبقى تاني مجموعه عشان ما يقابلش بالفرق اللي هي الجامده شويه، الفرق الجامده شويه. لكن هو ماتش للنسيان، هنقول اول تجمع واول ماتش، لكن احنا توسمنا خير الصراحه في اللعيبه، توسمنا خير في المباراه انها تخلص للنادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ما فرضش اسلوبه، النادي الاهلي ما اداش الاداء اللي يقول النادي الاهلي عايز يكسب. الصراحه ترى اللي تشوف كده النادي الاهلي عايز يتعادل، النادي الاهلي عايز يتعادل، النادي الاهلي مش عايز يكسب. المهم يا سيدي، عجبك الفيديو خش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.